تريدين تزرعين بحديقتش نبات يتكاثر بشكل فول مو طبيعي مبالغ بيه تقريبا؟ تعالي اليوم أعرفك على نبتة جلاديولس. نبتة جلاديولس نبتة من النباتات اللي تتكاثر بشكل كلش قوي، تاخذين منها شتلة وحدة تنطيج 5 شتلات إضافية. هذا النبات فظيع فظيع بمعنى الحرفي. أنا زرعت نبتة وحدة، شوفوا طلعت 3 نبتات بمكان واحد من ذات نفسها، وتمد امتداد كلش قوي، جذورها كلش قوية وتمد على الأماكن اللي بصفها، وبالمكان الواحد اللي زرعيها تطلع لش 5 شتلات، فعليا 5 شتلات. هاي أنا ما زرعتها، هي طلعت من كيفها من خلال النبتة اللي بصفها، وهاي أيضا أنا ما زرعتها، طلعت من النبتة اللي بصفها. هاي أنا زرعتها لكن ما شاء الله تتكاثر بشكل مو طبيعي. هاي أنا زرعت وحدة، شوفوا هسه ايش قد طالعة، بس شوفوا لي احسبوا يا طبعا شوفوا ما شاء الله، صلوات على محمد وآل محمد. حديقتي كلش كلش حلوة، ما أحكي لكم قبل شلون كانت الصحراء وهسه شلون دا تطلع طلعة حلوة. خلي أحسب لكم، لأني أنا زرعت وحدة بس، يعني خصلة وحدة بس. شوفوا لي 1 2 3 4 5 6 7 8 وهاي رقم 9. 9 شتلات طلعت من شتلة وحدة بس، يمين بالله زرعتها شتلة وحدة بس طلعت لي 9 شتلات من نبتة وحدة. وطبعا الحلو بيها انه تمد، هذا هسه السايد كله خلال فصل الشتاء راح يصير كله جلاديولس، لانه نبات كلش يمد ويصير يعني يطلع من كيفه بدون ما انت تزرعيه، هو يطلع شكله حلو، ينطيك أكسجين، ما يوسخ، شيء اقتصادي ويطلع من كيفه، تقدرين تكاثريه وتطلين من عند أحبابك وصديقاتك. بهاي المزهرية أنا زرعت بإيدي نبتة وحدة وحصلت هسه على 3 نبتات. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، شوفوا الطول، شوفوا اللون الحلو. ما تصدقون إذا ما راح تزرعوها بنفسكم وتشوفون شلون تتكاثر بشكل مو طبيعي. هنا طبعا أنا دا أجذر، هنايا شوفوا هذا هو ساق اسمه جلاديولس، تاخذيه ساق واحد تزرعيه يعني بالتربة، ما شاء الله يطلع لك بشكل مو طبيعي، يعني إذا مو أقل من 9 شتلات بمكان واحد، وما عدا أن جذوره تمد ويطلع بالمناطق اللي بصفها، يعني ما شاء الله أنا ما زارعته وهو دا يطلع أصلا. انتي زرعي شتلة وحدة وراح تحصلين على حديقة كاملة. ازرعوا من هذا النبات وعلى ضمانتي. يلا إذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.